بميزانية تفوق 6 ملايين درهم. الحكومة تطلق من إقليم الحوز مشروع تأهيل 1400 مؤسسة لصحة القرب. أشرف رئيس الحكومة عزيز أخنوش مرفوقا بوزير الصحة والحماية الاجتماعية محمد أمين التهراوي اليوم السبت على إعطاء انطلاقة للدفعة الأولى من مشروع 1400 مؤسسة رعاية صحية للقرب بالمغرب، وذلك بتدشين مؤسستين بكل من أيت أورير وتزارت بإقليم الحوز. وأكد رئيس الحكومة في تصريح لجريدة العمق أن الدفعة الأولى ستعرف تدشين قرابة 500 مؤسسة في أفق إتمام 1400 مؤسسة صحية للقرب بغلاف مالي يتجاوز 6 مليار درهم موزعة على مختلف جهات المغرب ضمن خطة وطنية لتأهيل مؤسسات الرعاية الصحية الأولية. البرنامج الوطني المذكور يهدف إلى تأهيل مؤسسات الرعاية الصحية الأولية بغلاف مالي يتجاوز 6.4 مليار درهم، يستهدف تأهيل 1400 مؤسسة موزعة على مختلف جهات المملكة. ويهدف هذا الورش إلى تعزيز الولوج العادل للخدمات الصحية، وجعل مؤسسات الرعاية الأولية البوابة الرئيسية للمنظومة الصحية، إلى جانب تطوير التكفل بالأمراض المزمنة، وتعزيز برامج صحة الأم والطفل، وتوسيع مجالات الوقاية والنهوض بالصحة العامة. ويرتكز المشروع على 3 محاور رئيسية تتمثل في تأهيل البنية التحتية، وتحديث التجهيزات الطبية والتقنية، فضلا عن تسريع التحول الرقمي عبر إرساء الملف الطبي الرقمي لتتبع المسار العلاجي للمرضى. وتراهن الحكومة من خلال هذه المشاريع على تقوية العرض الصحي وتحسين جودة الخدمات وتقليص الفوارق المجالية في الولوج إلى العلاج، خاصة بالمناطق القروية وشبه الحضرية، في انسجام مع ورش تعميم الحماية الاجتماعية. وفي هذا السياق، تم إعطاء انطلاقة العمل في مستشفى للقرب بمدينة أيت أورير بغلاف مالي إجمالي يناهز 85 مليون درهم، في خطوة تروم تخفيف الضغط عن المؤسسات الاستشفائية الإقليمية والجهوية وتقريب الخدمات الصحية من الساكنة المحلية. وبحسب المعطيات الرسمية، فقد خصص مبلغ 60 مليون درهم للدراسات والأشغال، و25 مليون درهم لاقتناء التجهيزات والمعدات الطبية، ويمتد المشروع على مساحة إجمالية تبلغ 30,000 متر مربع، منها 4,400 متر مربع مغطاة بطاقة استيعابية تصل إلى 45 سريرا. ومن المرتقب أن يستفيد من خدمات هذا الصرح الصحي الجديد نحو 278,762 نسمة موزعين على 16 جماعة ترابية بإقليم الحوز، ما من شأنه تعزيز التغطية الصحية وتحسين مؤشرات الولوج إلى العلاج بالمنطقة. وسيضم المستشفى طاقم بشريا يناهز 117 إطارا صحيا وإداريا، من بينهم أطباء اختصاصيون وأطباء عامون وممرضون وتقنيون، إضافة إلى أطر إدارية وتقنية لضمان جودة الخدمات المقدمة. كما سيوفر المستشفى سلة متكاملة من الخدمات الصحية، تشمل المستعجلات، وصحة الأم والطفل، والاستشفاء الطبي والجراحي، والمركب الجراحي، وطب الأشعة، ومختبر التحليلات الطبية، إلى جانب قاعات للفحوصات الخارجية.